هلو انا دكتور خالد سرحان، اخصائي التجميل وزراعة الشعر. تعالوا خلونا نتكلم مع بعض عن مرض نادر الا وهو مرض نتف الشعر. ده النهارده من اكثر الامراض النادره وبقت منتشره مع الاسف في وقتنا الحالي. يا جماعه مرض نتف الشعر او هوس نتف الشعر ده بقى منتشر كتير. عيانين جولي العياده مع الاسف بعد ما عملنا تحاليل كتير وشخصنا اكتشفنا انه هو اصلا ما عندوش عوامل وراثيه لسقط الشعر اكثر من ما عنده مشكله، وهي انه قاعد طول الوقت بينتف دقنه وبينتف حواجبه وبينتف شعره لغايه ما وصل لمرحله مفيش ولا بصيله ولا في اي شعر في الحواجب او في منطقه الدق او في منطقه شعر. يا جماعه ده مرض نادر منتشر، اتمنى تخلوا بالكم على اولادكم اللي بتشوفوهم بيقعدوا ينتفوا في وقت الامتحانات، في وقت التوتر، في وقت العصبيه، عمالين تنتفوا شعركم. ارجوكم بطلوا العاده دي، حاولوا تابعوا مع طبيب يوقف لكم العاده دي. حاولوا تمسكوا من احلى الحاجات اللي ممكن تساعدكم على انه تبطلوا نتف الشعر، الكور دي تفضل ماسكها عشان تلهي نفسك او تلهي ايدك او تلهي اعصابك انها تنتف شعرك او تنتف حواجبك. وشكرا لكم.